معنى عظيم لو جميعنا تفكرنا به لرأينا كم أن الله عز وجل قد من على من اصطفاه واختاره ليكون شهيدا من بين رؤوس الخلائق، أن يضحي بعض الناس لكي يحيا الآخرون بعزة وكرامة. انظر اليوم إلى سوريا بأكملها، كم هي فرحة بصغارها وكبارها، كم هي آمنة مطمئنة، كيف أنها قد أعادت شمل السوريين بعد أن فرقهم هذا النظام وشتت شملهم. كل ذلك بعد فضل الله عز وجل يعود لتضحية إن تكريمنا اليوم ليس تكريما لأشخاصنا، بل هو عهد بأن الثورة لم تنس أبنائها، وأن الدولة التي ولدت من رحم التضحيات لن تغفل عن الذين قدموا أغلى ما يملكون لأجلها. نحن لا نطلب عطاء، بل نطلب أن نكون جزءا من المسيرة، أن نحمل راية البناء كما حمل آباؤنا راية التحرير، أن نكون جيلا يصون النصر ويحفظ الأمانة ويمضي بهذه البلاد إلى حيث أرادها الشهداء، حرة كريمة عزيزة. نسأل الله تعالى الجنة لشهدائنا الأبرار والعزة لسوريا الحرة. وكل عام